السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وبمناسبة كمان موسم الثوم الجديد طلع. قلنا بقى ايه، احنا طبعا كده يا دوبك اخر كيس عندنا من اللي احنا مفرزينه السنة اللي فاتت، والثوم الجديد طلع. كل سنة وانتم طيبين. قلنا بقى ايه، بنجيب حبة حبة، يعني ما بجيبش الكمية كلها. ممكن اجيب 4 كيلو في يوم واعملهم على قد ما اقدر عشان ما اعملش كمية كلها، اجيب الكمية كلها. هبقى لازم اعملها في يوم واحد علشان خاطر ده لازم يتعمل طري. عشان كده انا بجيبه وهو لسه اخضر، لان انا بفرم. طالما بتفرميه وبتعملي تضربيه في الكبه وبتحتفظي بيه في اكياس او برطمانات، يبقى انت لازم تجيبيه اخضر كده. ما تستنيش لما ينشف. لما ينشف مش هتعرفي تخلعي منه الكفرات بتاعته اللي بتبقى عليه. زي ما انتم شايفين كده، انا بجيب الراس وبقسمها نصين، وبقطع منها الحته اللي فوق ديت بالسكينه كده، بدورها كده، اقطعها الاول نصين وبعدين ادور بالسكينه الحته دي واشيلها، واشيل الحته دي اللي عايزه مخليها عشان اوريها لكم. العموده الناشفه دي كده بتشيليها، دي ملهاش لازمه. ويبقى ما عندك زي فصوص كده هو زي ابيض زي الفل، شايفين؟ وتقطعيه بقى، تتقطعي مثلا جبت 4 كيلو و5 كيلو تعمليهم المره دي. عايزه تجيبي مره احمر ومره ابيض، ده ليه اكلات وده ليه اكلات. عايزه تجيبي كله احمر كله ابيض، زي ما انت عايزه. بس المهم طبعا ايه، التقشير والنظافه. انت بتقشري يجي 3 4 غلافات من بره، مش لازم لحد ما تبان الفصوص، لا. قبل ما تبان الفصوص بواحده كده زي ما انتم شايفين كده. والمهم بقى تاخديه في طبق كبير كده، هو بعد ما تقطعيه وتعمليه زي ما انا قلت لك كده، وتشيلي العمود ده. العمود ده خلي بالك تشيليه، اللي هو بيبقى كده. ده انا بقول لك ما رضيتش اشيل كذا واحده، قلت عشان اوريه لكم اهو. بصوا شوفوا في الوسط كده بيبقى عمود ناشف كده، عشان ممكن ده يكسر لك الكبه لو كبتك ضعيفه شويه. بصي اهو بيبقى ناشف او ما بيتحنش يعني. وفي كبات جامده بتطحنه، بس هو اصلا ما فيهوش فايده يعني. اهو العمود الناشف اللي بيبقى في الوسط ده بس. وتروحي تشيليه وتكوني شايله 3 كفرات كده اهوت، ومخلياكي وقطعاه من تحت كده، وبيبقى زي الفل كده. تروحي بقى جايبه طبق ميه تغسلي تغطسيه فيه مره وتصفيه، ومره تانية وتصفيه، وتروحي حاطاه في المصفى بقى عشان ينشف. تسيبيه يتهوى بقى ايه 3 4 ساعات يعني، عارفه؟ مش على طول طبعا ما تجيبيه بميته وتحطي في المصفى تحتيه طبق كده، لا. 3 4 ساعات 5 مش مشكله. لو عملتيه الظهر على المغرب كده اعملي ليه بقى. كل ما ينشف ويجف في المطحنه معاكي هيبقى احسن، وفي الوقت نفسه ما بيبقاش داخله سوائل. السوائل دي بتميع الحاجه في الفريزر او مع اي قطعه نور، بتبص تلاقي الحاجه فكت. فانا عايزاه يعني ينشف 5 6 ساعات مش مشكله، لان هو ما بيبقاش فيه ميه خالص، وحتى الميه اللي عليه البسيطه بتبقى جفت. جففانه دوت بيساعده على انه يحتفظ بلونه وما بقاش فيه اي سوائل. وهتشوفوا بعد كده بعد ما نخلص الحبه اللي هنعملهم، هتشوفوا بعد ما نطحنه وبنفرزه ازاي. وهوريكم ان الكيس اللي عندي من السنه اللي فاتت لحد دلوقتي لونه ابيض زي الفل وماسك نفسه جدا جدا، يعني مش هتصدقوا ان ده بتاع السنه اللي فاتت. ان شاء الله نكمل الفيديو مع بعض بعد ما نجهز بقيه الكميه. دلوقتي فرمنا التوم دلوقتي في الكبه زي ما شفتوا كده. ما تفرموش ناعم قوي كده، خليه خشن شويه كده الى حد ما. وضفنا معاه الكميه ديت اللي هي في الكبه ديت 2 معلقتين صغيرين ملح ومعلقه كبيره خل. ده علشان خل عشان يحفظ لونه ابيض زي ما هو بيفضل لاخر الموسم، زي ما انتم شايفينه كده ابيض زي الفل. شايفين زي ما انتم شايفينه كده بيفضل لاخر الموسم ابيض زي الفل كده. ليه بقى؟ لان انت بتعمليه وبتنشفيه، فلما بتنشفيه بيبقى ما تنشفي، قصدي تسيبيه ينشف في المصفى، مش تنشفيه تنشفيه، لا تسيبيه ينشف في المصفى كويس. تبصي تلاقيه لما تفرميه يبقى ابيض كده ويفضل لاخر الموسم ابيض كده. هنجيب بقى كيس نايلون، هقول لكم بنعمله ازاي. بنحطه في كيس نايلون، نعبي في كيس النايلون، هقول لكم بنعمله ازاي لسهوله الايه الاستخدام بعد كده. وبعدين بقى بتحطيهم في ورق عشان ما ياخدوش. ممكن نحط في برطمانات بس البرطمانات هتاخد حيز، فايه بنعمل في الاكياس نايلون ورصهم كلهم فوق بعضهم، فما بياخدوش حيز يعني الا حاجه بسيطه جدا. تقدري ترصوا فوقيهم اي حاجه تانية، لان هما اصلا انت بتحطيهم وتبططيهم زي ما هوريكم دلوقتي. شكله بيبقى في منتهى الجمال. لسه شويه، عايزه تنعمي عن كده شويه نعمي، كل واحد براحته.
شويه ونملى الكيس. تعمليه كده، وبعد ما تعمليه كده اهو بتقفلي الكيس لورا كده. بعد كده ممكن تلزقيه بسلوتيب لو عايزه، او ما تقفلهوش براحتك. وبعد ما بنبططه كده بنجيب سكينه ونروح عاملين كده. بصوا شايفين بنعمل كده، واحنا محززينه كده مربعات. انتي بتسيبي حته زياده في الكيس عشان كده كده وكده وكده. حززتيه بقى كده، هتعمليه بقى كده وكده، وبنفس الطبق ده هتعملي وترصي عليه، تعملي وترصي عليه، تعملي وترصي عليه، وتدخليه الفريزر على الطبق اللي هو الكبير ده، اللي هو علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر اللهم صل على النبي، يتفرز وهو بالحاله دي، يتفرز وهو بالحاله دي. هيبقى ماسك بقى كده زي القالب وماسك نفسه كده، مش هيتكسر ولا حاجه، لان انت مش مخلصه للاخر. تحززي كل اكياس تعمليها وتحطيها فوقيه كده، وتدخلي الفريزر على طول. تاني يوم بقى يجمد قيمه، مثلا زي ما تلاقيه خلاص جمد بقى حرجر، هتمسكي الواحد منهم كده هيبقى جامد جدا. ترصيهم ورا بعض فوق بعض في الفريزر، مفيش اي حاجه هتتكسر ولا اي حاجه هتتعمل، ويفضلوا. او تلميهم كلهم في شنطه عشان تبقى عارفه ان ده كده شنطه الثوم. بحطهم كلهم في شنطه واقفل عليهم، عشان برضو ريحه الثوم خلي بالكم برضو ده ما يتحطش في مكان اللي بيتحط فيه الحلويات. يعني انا عامله مثلا التلاجة اللي في المطبخ دي بحط فيها الثوم، في الفريزر بتاعها بحط فيها الثوم، بلم الاكياس دي واحطهم في شنطه، احطهم على جنب كده تحت في الفريزر، وارصهم كده واقفلهم في شنطه بيضه برضو كده، واحطهم مقفول عليهم. اما عاوز واحد بشد واحد منهم واقفل تاني. ليه؟ عشان مفيش اي حاجه في التلاجة تكرف. لكن انا براعي ان الفريزر ده ما يتحطلوش حاجه يكون بتاعت حلويات، حاجه تكرف، حاجه كده. اي حاجه تتحط بقى في الديب فريزر من الحاجات دي. انما الحاجات اللي زي دي بيبقى لها مكان مخصص في الفريزر. واتمنى يكون عجبكم الفيديو وينال اعجابكم ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.